ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هقدم لكم اكله شعبيه جميله قوي والناس كلها بتحبها. والناس كمان بتبقى ناسياها ان تعملها يعني، بس انا النهارده هفكركم بيها واللي هي العجه. عندي العجه والبطاطس المهروسه المحمره الجميله دي والطماطم المخلله، وهبدا اقول لكم نعملها ازاي وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه معايا هنا المقادير بتاعتي: 4 بصلات كبار، طماطمتين متقطعين، شويه خضره اللي هي شبت وبقدونس وكزبره، وقرن فلفل حامي، و5 معالق دقيق، ونص معلقه كربوناتو، والبهارات بتاعتي اللي هي كمون وفلفل وملح، و10 بيضات. دي لما تكون صينيه كبيره حجمها كبير اللي انا هعملها دلوقتي. لو عايزه صينيه صغيره هتبقى نص الكميه. هنزل طبعا بشويه زيت في الطاسه، وهحط عليهم البصل بتاعي. هبدا احمره بس مش هحمره قوي، هديله اللون اللي هو يدوب بامبا كده، مش كمان ذهبي، لا اللي هو قبل الذهبي بشويه، اللون اللي قدامك كده. بعد كده هنزل معاه بقرن الفلفل اللي انا مقطعاه، حامي او بارد على حسب ما بتحبي، وهقلبه عليها. وانزل بعد كده بالطماطمتين متقطعين، وبعد كده هقلبهم كويس لما تدبل معايا شويه كده مع في البصل. وبعد كده هنزل بالخضره بتاعتي عليهم. كميه الخضره على حسب ما تلاقيها، ما تغمقهاش قوي يعني، الكميه اللي تلاقيها مناسبه كده. هنقلبها برضو لما تدبل الخليط ده معايا خالص كده. هروح نازله بالبهارات بتاعتي اللي هي كمون وملح وفلفل، مش اكتر من كده. واقلب المكون قوي زي ما انت شايفه دبل معايا خالص كده. هروح نازله عليه، خلاص حسيت ان الطماطم استوت فيه نص سوا والحاجه دبلت، انزل ب5 معالق دقيق. ومنساش الكربوناتو، شويه كربوناتو بس ايه، يعني ربع معلقه، او اقل من ربع معلقه. هقلبها هقلبها كله كويس، الخليط كله في بعضه، هتلاقيه بيمسك في بعضه كده لما احط الدقيق. وبعد كده هطفي عليه واسيبها تبرد خالص. هكون حضرت معايا ال10 بيضات وحطيت عليهم شويه فلفل عشان الزفاره. هرب البيض معاكي كده بالشكل ده لما يدوب خالص مع بعضه، وبعد كده انزل عليه بالخليط بتاعي كله اللي انت شفتيه دلوقتي اللي هو خليط العجه بقى. هنزل معاكي بالخليط كله في البيض كده، وبرده هقلبه واربه جامد كده مع بعضه، ولحد ما كل يختلط كله ببعضه. بعد كده هجيب بقى طبعا الصينيه بتاعتي اللي هجهز فيها الصينيه اللي هجهز فيها العجه بتاعتي، وهحطها على النار تسخن، وهحط فيها شويه زيت، يعني شويه كويسين، يعني حوالي 5 معالق او 4 معالق زيت. عايزه الزيت يكون كتير شويه مش قليل. وانزل بالخليط بتاعي كله على الزيت كده كاني بعمل قرص بيض، بس طبعا ده قرص عجه مش قرص بيض. ودي زي ما قلت لك الصينيه الكبيره، حابه تقللي في المقادير اعملي في الصينيه، اعملي صينيه صغيره بنص المقادير. تمام كده. هسيبها بقى كده، احط على البوتاجاز من فوق، مش في الفرن ولا حاجه. هغطيها بورقه الفويل واسيبها على البوتاجاز، واوطي البوتاجاز قوي، هتبقى بالشكل ده. بعد كده هحطها بقى في الشوايه بتاعه البوتاجاز شويه عشان تحمر لي ايه، الوش بتاعها من فوق. هي كده حمرت من تحت كده زي ما انت شايفه. وخلاص هبدا بقى اعمل لكم البطاطس. هحط البطاطس تتسلق كده، وعليها الملح بتاعها وشويه كمون. وده البطاطس بعد ما خرجتها، هتكون مستويه بالشكل ده. ابدا احط المكونات عليها بقى: ربع معلقه كمون، ملح، ربع معلقه فلفل، نص معلقه كركم، ده اهم حاجه بقى في البطاطس بتاعتي النهارده، ان هي معموله بالكركم. وشويه شطه حمراء، والملح بتاعي احدقها. وبعد كده طبعا ههرسها معايا خالص كده، لو بالهاند بلندر او بالهراس عادي زي ما انت شايفه كده. بعد كده هجيب الطاسه بتاعتي وانزل بشويه زيت ومعلقه سمنه بلدي، وانزل بقى بالبطاطس بتاعتي كده وارصها في الصينيه كده بالشكل ده عشان تاخد اللون الاحمر الجميل من تحت. بعد كده هعمل بقى الطماطم المخلله بتاعتي. هجيب مكونات برضو: فلفل، قرن فلفل اخضر، معلقه هريسه اللي هي الحمراء. هنزل بالثوم بتاعي في 3 فصوص ثوم، شويه ملح، شويه كمون بسيط قوي. وهنزل كمان بشويه خل، معلقتين، حوالي معلقتين خل. هقلب الخليط ده مع بعضه وهحدق بيه الطماطم بالشكل ده كده. اخلي الطماطم في الخليط في الطماطم كلها كده بالشكل ده. خلصنا اطباقنا النهارده، ونبدا بقى نغرف العجه بتاعتنا كده، نقطعها زي ما احنا عايزين، ونغرفها في الطبق بتاعنا كده. وان شاء الله الاكل بتاعنا النهارده يعجبكم. ودي اكله شعبيه جميله جدا، واللي ما جربهاش يا جماعه يجربها ويقول لي رايه ايه في الكومنتات. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع اكله هنيه، وما تنسونيش في اللايك والشير.